كنت خايف ان انا ما بقاش. ايوه يا باشا، حضرتك كنت فين وقت الحرب؟ انا كنت أيوة. في الحمام. بدات الاول بالبادجي، لكن ما شاء الله دلوقتي انا مش شايف ولا عصفور بادجي عندك. ما بحبوش. ليه كده؟ لمجرد مثلا ان فلان عنده القص ده، والله وانا خدت القرار ده عشان انا كنت عايز اهرب من الشغل مع ابويا بس. وانت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا انا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الاصول. دي دخلة انك لميت وانهم لميتون. الراجل ده كان كل يوم وسط الطيور يربي وينتج ويتابع كل تفصيلة بنفسه، لكن النهاردة هتلاقيه وسط السوق والبذور والتجار. يا ترى ايه اللي غير مسار حياته؟ وهل فعلا ساب تربية الطيور؟ انا كابتن احمد عادل، ورحلتنا في عالم الهواية ما زالت مستمرة. يلا بينا نعرف الحقيقة. ازيك يا محمود؟ السلام عليكم ورحمه عامل الله ايه؟ وبركاته. عامل ايه؟ الفيديو هينزل عندك ولا عندي؟ يا باشا عندك. عندنا؟ خلاص يا عندي باشا. عندك مش قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمن واحد، ثمن واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى، ده ثمن واحد. محمود كلمني كده، انت اول طير ربيته عندك او اول نوع عصافير ربيته كان ايه؟ هو زي كل الناس يعني استرالي. ربنا كرم واحد صاحبي عارضهم فجبت مني تايتين. بعد كده بتبص تلاقي بقى انت واحده واحده تبدا تمشي بالاسس اللي هي المفروض يعني انت تعملها. بدأت الأول بالبادجي، لكن ما شاء الله دلوقتي أنا مش شايف ولا عصفور بادجي عندك. ما بحبوش. ليه كده؟ لا هو بتبقى الموضوع بالنسبه لك بيبقى على حسب انت عينك هاويه ايه، وعلى حسب. انا عشان برضه مبقاش كداب، انا يعني دلوقتي بقيت تجاري بحت. مش حابب يعني موضوع ان الهوايه بقى في دماغك وانا بحب الطير والكلام. لا انا بقيت دلوقتي ممشيها تجاره عشان بس اكون صريح معاك. يعني أنت بتشتغل في الحاجة اللي هي بشتغل بالنسبة في لك الحاجه شايفها اللي هي بالنسبه لي تجارية. تسويقها كويس، وفي نفس الوقت لو معاك منها اي كميه تقدر تبيعها، وفي نفس الوقت مش ممله معاك في تربيتها. ده تمام. بالنسبه لي علشان بس ما احقاقا للحق. طب محمود قول لي، في أنهي مرحلة كده ولا إمتى بالظبط بدأت تحس التربية لوحدها مش كفاية ولازم إن أنا أدخل شوية في التجارة؟ لا هو بص، انا كنت في البدايه انا كنت شغال مع والدي. تمام. بعدين خلاص انا حبيت ان انا اعتمد على ربنا ثم على نفسي وافتح مكان ليا. فانا تمام. طبيعي مش ما كنتش حابب ان انا افضل قاعد للطيور، لا اتاجر، اجيب حبوب، ابيع حبوب، اشحن بتاع الكلام ده. ان الوقت بتاع يعني ما يبقاش عندي وقت فراغ حاجة تبقى في الوقت الفراغ اللي أنت وقت فاضي فيه فراغي تستغله وقت يعني. فراغي فيه. وغير ان انا اصلا الحمد لله انا تاجر من صغري مع والدي، فحته التجاره دي الحمد لله انا فاهم فيها كويس بعد تمام. توفيق ربنا طبعا. يعني نسال الله التسهيل. الله بالتوفيق. محمود قول لي من وجهة نظرك كده، ايه اللي بتشوف المربيين بيعملوه شايفين اللي ده نجاح، بالرغم ان انت شايف اللي ده بالنسبه لهم ده فشل او ممكن يكون سبب من اسباب فشلهم؟ ان انت مثلا يبقى معاك مبلغ معين من المال، ومثلا طفره معينه ان انت لسه ما تعرفش اصلا النوع ده بيتربى ازاي، وتروح لمجرد ان انت تمشي مع التيار. يعني ان انت مثلا معاك 1000 جنيه وتروح تجيب بيهم قص، لمجرد مثلا ان فلان عنده القص ده. هو فلان عارف هو اولا بيفرخه ازاي، عارف ثانيا هو بيسوقه ازاي، وانت لسه على الله ان شاء الله. فطبيعي ما تعملش كده، لان ده بالنسبه لك هيبقى نجاح، بس بعد كده هيبقى فشل، وفشل ذريع كمان. طب محمود بالنسبه لقرارك اللي انت تتجه شويه لحته اللي انا افتح محل، امتى خدت القرار ده؟ يعني يعني امتى مثلا قلت من داخلك لا انا لما اوصل للمرحله دي انا هاخد القرار ده، او خدت القرار ده امتى؟ وتاني حاجه لما خدت القرار ده ايه الحاجه اللي كانت مقلقاك او خايف منها في البدايه؟ واول شهر مثلا اول شهرين كانت الدنيا يعني ماشيه معاك ازاي بالنسبه للمزرعه وبالنسبه في نفس الوقت المحل؟ والله وانا خدت القرار ده عشان انا كنت عايز اهرب من الشغل مع ابويا بس. يعني انا ما كنتش حابب الشغل مع ابويا اولا، او بكل تلقائيه انا ما كنتش حابب الشغل مع والدي. فانا شفت الحاجه اللي انا فعلا بحبها ورحت لها ايا يكن بقى. يعني انا رميت نفسي، انا حرفيا ما كنتش بعرف. يعني ما كانش ليا في موضوع ان انا اجيب اكل، او انا كنت بفهم في التجاره بحكم الشغل مع ابويا، انا بعرف اتعامل. لكن ان انت تتعامل في نقطه معينه دي صعبه. فوالله يعني ربنا هو اللي وفق يعني. طيب كنت خايف من ايه؟ كنت خايف طبعا من الفشل. كنت خايف ان انا ما بقاش، ان انت مثلا تجيب اكل مثلا طن وما تقدرش تبيعه. طب اول شهر كده ولا اول شهرين احكي لنا كده كانت الدنيا ماشيه معاك ازاي؟ اول شهر ده بالنسبه لي والله ربنا كرمني اخر كرم. هو بيبقى بص يا جماعه، بيبقى اي بني ادم بيبقى ربنا مديله مؤشرات للنجاح ومؤشرات للفشل. يعني انت خليك عنيد للنجاح بتاعك، بس خلاص لو ربنا ما ارادش وما نجحتش ما خلاص بقى دور على حاجه تانية بالظبط. بس. طب محمود قول لي، لما اتجهت شويه للتجاره ايه الحاجه اللي انت شفتها وانت كتاجر ما كنتش شايفها وانت مربي؟ لا هو وانا مربي، لما كنت اصلا بجيب اي حاجه كنت بحب اجيبها جمله. فانا اصلا كنت في التجاره بس بطريقه غير مباشره. يعني انا تمام. حتى لما كنت بتعامل مع التجار ما كنتش بجيب شكاره وشكارتين، كنت مثلا بجيب ربع طن 200 كيلو اللي هو الكميه اللي تكفيك فتره طويله الكمية اللي وتعرف تجيب تكفيني. احسن سعر فانا بالنسبه لك. انا بالنسبه لي دايما
كنت بقى زي اي حد مصري اللي هو بتحب تجيب كميه عشان توفر في علشان السعر او بس. تقلل في فده السعر اللي انا بتاعك. فضلت ماشي بنفس الاسس دي. حاولت ان انا ابسطها على المربي، بمعنى ان انا دلوقتي مثلا وليكن جايب كميه، بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي مؤشر السعر ان هو حتى لو السوق زاد بحاول ان انا ازودها حاجه بسيطه، يبقى لأن فيه طبعاً هامش بسيط يعني. يبقى هامش بسيط علشان تبيع اكتر فتكسب اقل. فاهم؟ انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ الدنيا تشتغل، لان انت لما تبيع طن مثلا وتكسب فيه 3000 جنيه الزبون مثلا هيجي لك كل يوم. انما لو بعت طن مثلا وكسبت فيه 1000 جنيه الزبائن هتيجي كتير وهتبيع 3 طن وهتكسب نفس ال 3000 جنيه. هتستفاد في اللي انت تبيع الكميه. بس تمام. بس الغريب ان العالمي ما وقفش لحد هنا. محمود ما انتقلش من المزرعه للمحل وبس، ده دخل عالم تاني خالص. في الفيديو الجاي هساله ليه ساب الطيور واتجه للتجاره وبعد كده راح للغنم. وما زالت رحلة الكابتن في عالم الهواية مستمرة. هدفي دايما مربي فاهم. الكابتن أحمد عادل.